وطن السعودية، وطن السعودية، هنا وطني وأحلامي، هنا وطني وأحلامي، هنا تاريخنا السامي، هنا تاريخنا السامي، هنا للمجد عنوان، هنا للمجد عنوان، سأكتبه بأقلامي، سأكتبه بأقلامي، هنا وطن السعودية، هنا وطن السعودية، بلاد النور والحرم، بلاد النور والحرم، وأرض العز والشمم، وأرض العز والشمم، إليها تاقت الأرواح، إليها تاقت الأرواح، من عرب ومن عجم، من عرب ومن عجم، هنا وطن السعودية، هنا وطن السعودية، بلاد العلم والعلماء، بلاد العلم والعلماء، وفيها يصنع العظماء، وفيها يصنع العظماء، لها منا محبتنا، لها منا محبتنا، وعهد صانه الآباء، وعهد صانه الآباء، هنا وطن السعودية، هنا وطن السعودية، مدينتان مقدستان، مدينتان مقدستان، طلبت المعلمة، طلبت المعلمة من نورة من نورة أن تشارك في صحيفة الحائط، أن تشارك في صحيفة الحائط، فكتبت نورة هذا الموضوع، هذا الموضوع، في وطن الحبيب، في وطن الحبيب، مدينتان مقدستان هما، مدينتان مقدستان هما، مكة المكرمة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمدينة المنورة، فأما مكة فأما مكة فهي البلد الأمين، فهي البلد الأمين، ولد فيها الرسول، ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومنها بدأت الدعوة، ومنها بدأت الدعوة إلى الإسلام، إلى الإسلام، في مكة المكرمة، في مكة المكرمة، المسجد الحرام، المسجد الحرام، والكعبة المشرفة، والكعبة المشرفة، قبلة المسلمين في صلاتهم،
قبلة المسلمين في صلاتهم وفيها المشاعر المقدسة وفيها المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة عرفات ومنى ومزدلفة التي يفد الحجاج إليها التي يفد الحجاج إليها كل عام كل عام لأداء مناسك الحج لأداء مناسك الحج. وأما المدينة المنورة وأما المدينة المنورة فهي طيبة الطيبة فهي طيبة الطيبة دار الإسلام الأولى دار الإسلام الأولى هاجر إليها الرسول هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده الشريف وبنى مسجده الشريف على أرضها على أرضها وفيها توفي ودفن في حجرته ودفن في حجرته عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وقد انتشر الإسلام وقد انتشر الإسلام من المدينة المنورة من المدينة المنورة إلى جميع أنحاء الأرض إلى جميع أنحاء الأرض بالعدل والإحسان بالعدل والإحسان وحسن المعاملة وحسن المعاملة. علم بلادي علم بلادي جلس طارق مع نورة جلس طارق مع نورة ينظران إلى فواز ينظران إلى فواز وهو يرسم علم المملكة العربية السعودية علم المملكة العربية السعودية ليشارك في معرض اليوم الوطني ليشارك في معرض اليوم الوطني في مدرسته قال طارق لم لا تلون العلم باللون الأصفر فواز لا يمكن أن أغير لون العلم يا طارق فعلم بلادي لونه أخضر طارق ولكني أحب اللون الأصفر. فكر فواز قليلا ثم أحضر صورا لأعلام دول الخليج العربي وطلب من طارق أن يشير إلى علم المملكة فأشار إليه بسرعة
فواز. كيف عرفته يا طارق؟ طارق عرفته بلونه الأخضر. فواز. أرأيت يا طارق لو تغير لونه ما عرفته؟ اقتربت نورة وقالت: ولا تنس كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والسيف الذي يدل على العدل والقوة. تبسم طارق وقال: أنا أحب علم بلادي وأعتز به. هيا نزرع. صاحت سلمى يا أطفال، صاحت سلمى يا أطفال، قوموا واجتمعوا في الحال، قوموا واجتمعوا في الحال. قالت: هيا نحفر حفرة، قالت: هيا نحفر حفرة، ولنزرع في أرض شجرة، ولنزرع في أرض شجرة، لا ننساها بل نرعاها، لا ننساها بل نرعاها، نروي تربتها بالماء، نروي تربتها بالماء، وغدا تكبر هذه الشجرة، وغدا تكبر هذه الشجرة، تبقى معنا صيف شتاء، تبقى معنا صيف شتاء، تعطي زهرا تعطي ثمرا، تعطي زهرا تعطي ثمرا، تهدي ظلا للأصحاب، تهدي ظلا للأصحاب، تبقى ذكرى للأحباب، تبقى ذكرى للأحباب، تبقى أملا طول الزمن، تبقى أملا طول الزمن، وبها يزهو دوما وطني، وبها يزهو دوما وطني. رحلة حبة قمح. رحلة حبة قمح. أنا حبة قمح صفراء، أنا حبة قمح صفراء، ناعمة الملمس، ناعمة الملمس، يبذرني الفلاح، يبذرني الفلاح في الأرض، في الأرض، ويغطيني بالتراب، ويغطيني بالتراب، يسقيني بالماء، يسقيني بالماء، فتنمو جذوري، فتنمو جذوري، ثم تنمو ساقي، ثم تنمو ساقي، لتشق طريقها، لتشق طريقها، إلى سطح الأرض، إلى سطح الأرض، ويزداد طولي، ويزداد طولي، وتتفرع أوراقي الخضراء، وتتفرع أوراقي الخضراء، وتكبر، وتكبر، أملأ الحقول بسنابلي، أملأ الحقول بسنابلي،
التي تبقى تحت أشعة الشمس تحت أشعة الشمس لتجف وتصبح صفراء ذهبية ثم يأتي الفلاحون ويحصدون سنابلي ويحملون حباتها إلى المطحنة فتطحن لتصبح دقيقا ثم يأخذها الخباز ليصنع منها العجين ثم يدخلها الفرن لتصير خبزا أو كعكا شهيا. من أنا؟ بمناسبة أسبوع الشجرة طلبت المعلمة من كل تلميذة أن تختار شجرة تتحدث عنها أمام زميلاتها. ذهبت نورة إلى المكتبة وأخذت تقرأ الكتب لتجمع معلومات عن الشجرة التي اختارتها. في صباح اليوم التالي وقفت نورة أمام زميلاتها وهي تلبس ثوبا أخضر وقالت أنا شجرة مباركة ذكر اسمي في القرآن الكريم وأوصى الرسول
وسلم صلى الله عليه وسلم بغرسي وأكل ثمري منظري جميل رأسي يعلوه تاج من السعف الأخضر وجذعي سميك تشدني إلى الأرض جذور ممتدة قوية استخدم الإنسان قديما جذعي في البناء وصناعة القوارب كما استخدم سعفي في صناعة السلال ثماري لذيذة الطعم ومفيدة للجسم يحبها الصغار والكبار أنا نعمة من نعم الله فمن أكون محمد مطيع يحبه الجميع لأنه مهذب لأنه وديع يلقاك بالتحية وكل من يراه والبسمة الندية دوما على الشفاه يساعد الفقير ويسعف المريض يحبه الجيران والأهل والخلان لأنه مؤدب لأنه مطيع. آداب الزيارة. غابت وفاء عن المدرسة فسألت المعلمة عنها فعلمت أنها مريضة في المنزل. المعلمة سأزور وفاء إن شاء الله هذا المساء. فمن منكن تستطيع مرافقتي بعد موافقة والديها.
التلميذات. التلميذات. فكرة جميلة يا أستاذة. فكرة جميلة يا أستاذة. كلنا نريد مرافقتك. كلنا نريد مرافقتك. المعلمة. المعلمة. علينا أن نلتزم. علينا أن نلتزم آداب الزيارة. آداب الزيارة. فمن تذكرنا بها. فمن تذكرنا بها. هند. هند. من آداب الزيارة. من آداب الزيارة أن نخبر وفاء. أن نخبر وفاء برغبتنا في زيارتها. برغبتنا في زيارتها. وموعد الزيارة. وموعد الزيارة. شهد. شهد. أن نقرع الباب بهدوء. أن نقرع الباب بهدوء. فاطمة. فاطمة. أن نسلم. أن نسلم ثم نجلس في المكان. ثم نجلس في المكان المعد للضيوف. المعد للضيوف. أمل. أمل. أن ندعو لها. أن ندعو لها بالشفاء العاجل. بالشفاء العاجل. ولا نطيل البقاء. ولا نطيل البقاء. ونستأذن. ونستأذن قبل انصرافنا. قبل انصرافنا. وصلت الزائرات. وصلت الزائرات إلى منزل وفاء. إلى منزل وفاء. وقرعن بابه. وقرعن بابه بهدوء. بهدوء. سلمنا عليها. سلمنا عليها. ودعونا لها. ودعونا لها بالشفاء العاجل. بالشفاء العاجل. وجلسنا قليلا. وجلسنا قليلا ثم انصرفنا. ثم انصرفنا. سعدت وفاء. سعدت وفاء برؤيتهن. برؤيتهن. وبعد أيام. وبعد أيام شفيت. شفيت. وعادت إلى مدرستها. وعادت إلى مدرستها بصحة وسلام. بصحة وسلام. إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق. خرج أيمن. خرج أيمن إلى ملعب الحي. إلى ملعب الحي. فرأى فرع شجرة. فرأى فرع شجرة ملقا في الطريق. ملقا في الطريق. قال
حاول وحاول حاول وحاول لكن الفرع لم يتزحزح من مكانه انتظر قدوم أحد لمساعدته فرح أيمن عندما رأى صديقه ثامرا مقبلا ثامر ماذا تفعل يا أيمن أيمن أزيل الأذى عن الطريق لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حمل أيمن وثامر الفرع حتى صار بعيدا عن الطريق مر عامل النظافة فوضع الفرع في عربة القمامة وذهب به بعيدا فرح أيمن وثامر وأكملا سيرهما إلى ملعب الحي آداب الاستئذان. طلب المعلم من التلاميذ تلوين بعض الرسومات. بدأ التلاميذ في التلوين لكن بدرا لم يجد القلم الأخضر فمد يده إلى علبة ألوان حازم وأخذ اللون الأخضر دون إذن منه. احتاج حازم إلى اللون الأخضر فلم يجده فرآه في يد بدر فغضب منه
وأخبر المعلم بذلك. وأخبر المعلم بذلك. المعلم. المعلم. هل استأذنت يا بدر زميلك؟ هل استأذنت يا بدر زميلك؟ بدر. بدر. لا. لا. لم أستأذنه. لم أستأذنه. وهذا خطأ مني. وهذا خطأ مني. المعلم. المعلم. وكيف ستصحح خطأك؟ وكيف ستصحح خطأك؟ بدر. بدر. سأعتذر إليه. سأعتذر إليه. المعلم. المعلم. هذا هو التصرف السليم يا بدر. هذا هو التصرف السليم يا بدر. وليحضر كل منكما. وليحضر كل منكما. أدواته كاملة. أدواته كاملة. ولا يبخل. ولا يبخل. إن احتاج زميله بعضها. إن احتاج زميله بعضها. بدر. بدر. شكرا لك يا أستاذي. شكرا لك يا أستاذي. فقد تعلمت اليوم. فقد تعلمت اليوم. أدبا من آداب الإسلام. أدبا من آداب الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم. قدوتي في توقير الكبير. قدوتي في توقير الكبير. قال فواز. قال فواز. بينما نحن في السيارة. بينما نحن في السيارة. رأينا الناس. رأينا الناس. يعبرون الشارع. يعبرون الشارع. إلا رجلا مسنا. إلا رجلا مسنا. لم يستطع العبور. لم يستطع العبور. أوقف والدي سيارته. أوقف والدي سيارته. واقترب منه. واقترب منه. ألقى عليه التحية. ألقى عليه التحية. ثم أمسك بيده. ثم أمسك بيده. وساعده في العبور. وساعده في العبور. وقبل أن يعود والدي. وقبل أن يعود والدي. رأيت الرجل يرفع يديه. رأيت الرجل يرفع يديه. ويدعو له. ويدعو له. أعجبني فعل أبي. أعجبني فعل أبي. وزادني فخرا به. وزادني فخرا به. وبعد عودته إلى السيارة. وبعد عودته إلى السيارة. قلت له. قلت له. لقد قمت بعمل جميل يا أبي. لقد قمت بعمل جميل يا أبي. الوالد. الوالد. هذا واجب علينا جميعا يا بني. هذا واجب علينا جميعا يا بني.
فمن حق الكبار علينا فمن حق الكبار علينا أن نحترمهم ونوقرهم. أن نحترمهم ونوقرهم. فقد قال نبينا الكريم فقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وهو خير قدوة لنا في ذلك. المرأة والشيوخ الثلاثة. في قرية نائية كان هناك بيت لعائلة من 4 أفراد. هم زوج وزوجته ومعهما زوجة ابنهما المسافر بحثا عن عمل. خرج الزوج باكرا إلى عمله وانشغلت المرأة مع زوجة ابنها في ترتيب المنزل وطهو الطعام. وعندما خرجت الزوجة لتنظيف فناء المنزل رأت خارجه 3 شيوخ ذوي لحى بيضاء طويلة يبدو عليهم التعب والجوع والعطش. فطلبت منهم الدخول وتناول الطعام. فسألها أحدهم هل زوجك موجود؟ فأجابته لا. فاعتذروا عن عدم الدخول حتى يرجع زوجها. وعند غروب الشمس عاد زوجها إلى المنزل
منهكا من العمل الشاق. منهكا من العمل الشاق. وكان الطعام حاضرا. وكان الطعام حاضرا. وقبل أن يأكل وقبل أن يأكل قالت له زوجته قالت له زوجته هناك 3 رجال هناك 3 رجال بانتظارك خارج المنزل بانتظارك خارج المنزل منذ الصباح. منذ الصباح. وهم أيضا يتضورون جوعا. وهم أيضا يتضورون جوعا. ورفضوا الدخول قبل أن تأتي. ورفضوا الدخول قبل أن تأتي. ذهب إليهم الزوج ذهب إليهم الزوج وطلب منهم الدخول وطلب منهم الدخول لتناول الطعام. لتناول الطعام. فأخبروه أنهم لا يستطيعون فأخبروه أنهم لا يستطيعون الدخول معا. الدخول معا. وإنما واحدا تلو الآخر. وإنما واحدا تلو الآخر. وطلبوا منه أن يختار من بينهم من يدخل أولا. فأشار أحدهم إلى آخر وقال له إنه يدعى الثروة وهذا النجاح وأنا المحبة. فمن منا يأتي معك أولا. الثروة أم النجاح أم المحبة؟ اذهب وشاور أهل بيتك. عاد الرجل إلى زوجته وزوجة ابنه وأخبرهما بما حدث. وسألهما أيهم سنختار للدخول أولا. قالت زوجة الابن الثروة لنصبح أغنياء ويمتلئ المنزل بالخيرات ويعود زوجي من سفره. أجابها الأب
لم لا نختار النجاح؟ لم لا نختار النجاح؟ فالنجاح يجلب الثروة. فالنجاح يجلب الثروة. سمعتهما الأم. سمعتهما الأم. واقترحت عليهما اختيار المحبة. واقترحت عليهما اختيار المحبة. لأنها سبب السعادة والطمأنينة. لأنها سبب السعادة والطمأنينة. وبها يعم السلام والأمن والأمان. وبها يعم السلام والأمن والأمان. وتبنى الشعوب وتتقدم الأجيال. وتبنى الشعوب وتتقدم الأجيال. فقال الزوج لزوجته. فقال الزوج لزوجته: سنأخذ برأيك. سنأخذ برأيك. لقد أعجبني. لقد أعجبني. فذهب وطلب من المحبة. فذهب وطلب من المحبة أن يتفضل بالدخول. أن يتفضل بالدخول. وعندما نهض المحبة. وعندما نهض المحبة لتلبية الدعوة. لتلبية الدعوة تبعه كل من الثروة والنجاح. تبعه كل من الثروة والنجاح. فتعجب الرجل. فتعجب الرجل وقال: لقد قلت للمحبة. لقد قلت للمحبة أن يتفضل لوحده. أن يتفضل لوحده. فأجابوه. أذنت للمحبة بالدخول. أذنت للمحبة بالدخول. وكيف لنا أن نبتعد عنها؟ وكيف لنا أن نبتعد عنها؟ فأينما توجد المحبة. فأينما توجد المحبة تتواجد الثروة والنجاح. تتواجد الثروة والنجاح. لو أنك أذنت. لو أنك أذنت للثروة أو النجاح. للثروة أو النجاح لدخل كل منهما بمفرده. لدخل كل منهما بمفرده. وظل الاثنان خارجا. وظل